الهجوم ده عشان طلعت وقلت ان لايفات التيك توك والتسول اللي بيحصل عليها ما يمثلش المصريين، وعايزين نمنع الكلام ده، والدوله لازم تاخد اجراء وتحط قانون. اديني طالع بقول تاني وهفضل ورا الموضوع ده. اللي بيطلعوا لايفات تيك توك يتسولوا فيها دول ما يمثلوش المصريين، دول مش احنا ولا كل الشعب المصري كده، دول فئه قليله جدا بتسيء لنفسها وما يمثلوناش. المصريين هم مجدي يعقوب والشعراوي واحمد زويل ومحمد صلاح وجمال عبد الناصر والسادات والرئيس السيسي. مش هينفع الدوله تفضل غض النظر عن الموضوع ده، ولازم يحصل تحرك. اكتر تعليق جالي يا عم سيب الناس تسترزق، الناس حالها صعب، الناس مش عارف ايه، وده مبرر انك تمشي ورا الحرام؟ الحلال واضح والحرام واضح، والشغل مال الدنيا. هتقول لي اصل ما فيش شغل، رغم ان في شغل وفي مشاريع وفي مصانع وفي استثمارات كل يوم، والشغل كتير جدا جدا، بس الناس بتستسهل وبداوا يقلدوا. اصل في واحد مشهور بيفتح زي كروان مشاكل مثلا وبيكسب فلوس كتير جدا جدا، عمرك ما هتكسب زي. لازم تهين نفسك وتسيء لشكل بلدك، تمشي ورا الحلال. المسيح الدجال لما يجي هيكون الناس كلها عطشانه وجعانه ومحدش لاقي، ومستنيين اي حد ياكلهم ويشربهم. هيجي الدجال معاه جنه ومعاه اكل ومعاه شرب ومعاه خير، يقول لك هتامن بيا تاخد جنتي وتاخد اكل وشرب، مش هتامن بيا هتخش النار. ساعتها هتعمل ايه؟ ايمانك هو اللي هيحدد. هقول لك هو اللايفات والتسول والتيك توك والسوشيال ميديا نفس الموضوع، استخدمتها في الحرام والشر والقرف، انت للاسف مش هتصمد قدام الدجال وما هتصدق. ربنا يسترها علينا جميعا.